فطار شرقي كامل تحت شجرة الساكورا ب50 جنيه. اهلا بكم في جنان. اهلا بيكم في خروجه جديده من تستاهل. احنا طلبنا فطار، ما تيجي نفرجكم على المكان على ما الفطار ينزل؟ يلا بينا. اول ما دخلنا المكان اللي شد نظرنا جدا هي شجره الساكورا اللي ما شفناش في اي حته قبل كده. كمان القعده اوت دور بتبقى هاديه لو حابين تذاكروا، وحلو قوي لو عايزين تهيصوا. لكن اللي فاجئنا ان القعده ان دور بنفس حلاوه القعده اوت دور، من اول الديكوريشن لحد الكوشه اللي ينفع تتصوروا عندها. المكان بصريا كان مبهر قوي لينا، بس الاهم منيو الفطار. تعالوا نشوف. انا تعبت من اللف يا عم. انزل بالاكل يا تيتو. اول حاجه جربنا الفطار اللي جينا علشانه، الفطار الشرقي. فول، طعميه، جبنه بالطماطم، اومليت، خيار وطماطم مع شاي او قهوه ب50 جنيه بس. حقيقي جنان. الفول طعمه زي الفول البيتي بس الكمون زياده شويه. الاومليت مستوي مظبوط وطعم الزبده باين فيه. الطعميه بس كانت ناشفه سيكه، بس يعني 50 جنيه قيمه مقابل سعر مفيش زيها. بعد كده دخلنا على الامريكان بريكفاست، اومليت، مشروم، جرين سالاد مع توست وشاي او قهوه ب70 جنيه. المشروم فريش وطعم الزبده باين فيه، بس الصراحه صعب تلاقي حاجه زي الفطار الشرقي. بس لو حد بيحب المشروم قوي هيعجبه الفطار ده جدا. هما كمان عندهم فطير مشلتت بالسمنه مع عسل وطحينه وجبنه بالطماطم ومربى ب70 جنيه، بس كان خلصان يوميها. الاسعار دي كلها شامله الضريبه والخدمه. لا وكمان لو انتوا 2 او اكتر الشرقي بيبقى ب40 جنيه والامريكان والفلاحي ب60 جنيه. ايه يا عم راح فين؟ ها حلو ايه ده؟ عايز يحلي بعد الفطار يا عم. مش عارف انا. مصمم يعني؟ ماشي انزل بالحلو. الله الله الله. ايه ده حلو الحلوه ده يا تيتو. التحليه بقى اللي كانت حكايه، بيناكوتا ايطالي ضفنا عليها نوتيلا، حلو قوي ومش تقيله وسكرها خفيف جدا. وبطاطا حلوه مشويه بالنوتيلا والايس كريم. معلقه البطاطا مع شويه نوتيلا وايس كريم كانت حقيقي ما تتوصفش، دي لازم تيجوا تجربوها. البطاطا بالنوتيلا او البيناكوتا ب75 جنيه، واضافه النوتيلا ب25 جنيه، وبرده شامله الضريبه والخدمه. كلنا وحلينا. يلا نقيم. ارفع يا تيتو. ايه رايك في المكان؟ مكان ممتاز الصراحه. يعني انا الصراحه القعده كلها كاكسبيرينس بالنسبه للقعده بره في الجو تحت شجره الساكورا جميل جدا. الشجره هناك دي له منظر جمالي حلو قوي للناس برضو اللي بتحب اصلا شجره الشيري بلوسوم. لو حبيت مثلا ممكن تقعد بره ولا حاجه في هواء، بس يفضل مثلا ان انت لو هتيجي المكان برضو لو انت مش هتفطر تعالى بالليل، لان الاضاءه هنا والمكان بالليل بيبقى عظيم قوي. والمكان هنا الصراحه يعني عامل اوفرات حلوه برضو في الفطار والغدا، فما تجوش بالليل بس. يعني الفطار طبعا الصبح احنا قلنا لكم على الاوفرات واحنا بنفطر، غير كده عندهم في الغدا 2 و3 و4 بيبقى في خصم 30% على الشيك كله. غير كده برضو ان هم بيعملوا يوم الخميس والجمعه بيجيبوا مطرب من الساعه 9 بالليل لحد الساعه 12. خروجه جنان اوفر اول تستاهل. دي كانت تجربتنا. الاهم تجربتكم انتوا. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في خروج الجنان، هل تستاهل ولا فركش يا تيتو؟